بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطهر خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحية طيبة وبعد. أخواتي الأعزاء، إن شاء الله هعمل النهاردة شرح فيديو هيكون بالنسبة للناس المبتدئين، وكنا أنا عامة في مجال الكمبيوتر مبتدئين، لأن كل يوم في تجديد وكنا في أعلم مننا يعني. فالواحد بيحاول يشرح اللي هو عارفه عشان يفيد غيره يعني، بإذن الله. استنى بالشغل بالله، فنتقي على الله كده ونبدأ في الفيديو. النهارده هعلمكم طريقة ازاي انك انت تعتمد على نفسك في الكمبيوتر في بعض الحاجات، يعني مش ككل. زي مثلا لو انت عندك برنامج مثلا زي تشغيل الفيديو ده، تضغط عليه ضغطتين كده دبل كليك وهتشغل منه الفيديو. طيب انا لو نفترض ان احنا خلينا في البرنامج ده نفسه ان انا ما بعرفش استخدمه، هعمل ايه؟ باجي على البرنامج نفسه زي كده، ضغطة يمين، وبعمل إعادة تسمية مكتوبة وتكون بالعربي، أو عندك الويندوز عربي بالإنجليزي بيكتب رينيم زي كده. وعذرا مبدئيا لو في أي نطق إنجليزي مش صح، إن مستوى إنجليزي مش الدرجة معي. تمام، فاحنا نعمل إعادة تسمية. فكده ظلل لي اسم، باجي عليه ضغطة تاني، كليك يمين بالماوس برضه، بختار كوبي أو نسخ، هضغط برا كده خرجني منها، كده نسخت اسم. باجي مثلا على ايه، على جوجل وفاتح، بستناه يحمل. يبقى عندي طريقتين بحيث انا هعرف البرنامج. يا اما اكتب هنا في الامر ده، يا اما اكتب انا مثلا اسم البرنامج ابحث عنه. انا هكتب مثلا هنا كده ايه، خليها بالعربي، بقول شرح برنامج. تمام، بدي مسافة. في عندك في لوحة المفاتيح من تحت في مفتاح اسمه كنترول، مكتوب عليه CTRL من تحت خالص على ايديك الشمال، من ناحية الشمال يعني. تضغط كنترول على حرف في اللي على حرف الراء، وهدايس ايه على الفي على طول، هتلاقيه اتلصق الاسم عندك كده. طب نفترض ان انا مش عاوزه، مثلا ان هيطلع لي شروحات كتابة وفيديو، هيطلع لي اكتر من حاجة. بطلع منها، بضغط هنا، بختار يوتيوب، بدخل على يوتيوب، استنى منه ما يحمل. تمام، حمل معايا ويجي زي كده. بضغط هنا اهو، نفس اللي عملته برضو في متصفح جوجل. بكتب كلمة شرح برنامج، كنترول وفي ولاسك وضغط انتر. بحث، ادي البرنامج بتاعي يعني زي كده. مثلا طلع لك وظيفة رائعة في البرنامج، مثلا كذا اسم بتاع تحميل برنامج فلوك او VLK اختصار مثلا، جايب لك شروحات كتير. تمام، خلصنا من النقطة دي الطريقة دي مثلا تستخدمها في اي برنامج، حتى مثلا زي جوجل شروم، او برنامج اللي بسجل بيه فيديو ده، او اي حاجة عندك. تمام، او افيرا نفترض. تمام كده. تمام، اظن ان النقطة دي كده سهلت على ناس كتير. طيب نخش مثلا على نقطة تانية. انت عندك الويندوز زي كده، هو في بالنسبة للناس المبتدئين برضو احيانا بتقابلهم نقط، زي مثلا ايه، الصوت مش شغال، الكاميرا مش شغال، الشاشة فيها مش مظبوط. بتبقى دي طبعا نقطة حاجة اسمها التعريفات. تعريفات الجهاز بتكون في كلمة مال الكمبيوتر، او هنا مكتوبة ZBS PC قصدي، اسف. تضغط عليها كليك يمين بالماوس، نختار كلمة مانجر اهي. انا ويندوز 8 معايا يا اخوانا يعني، عامة انا بشرح عليه علم.
بستناه منه يحمل. حمل معي، بضغط على درايفر مانجر كده اهو. عندي كل حاجة هنا ما تعرفها، وانت بتضغط على العدسة دي هي بيقول لك سكان فور هاردوير تشينج، تضغط عليه ويشوف لك ايه مش متعرف. مش متعرف طبعا بيجي لك علامات زي علامة استفهام، علامة اكس زي كده اهو، مثلا زي ما كان بلوتوث الكمبيوتر والطبعة وكده اهو. الحاجات دي كلها هي تبع الجهاز عندك، فبتشوفها. مثلا نفترض ان احنا عندي على بلوتوث، انا مركب سماعة مثلا عندي زي سماعة البلوتوث او سماعة عادية، تمام. بضغط على دبل كليك، هتلاقي زي كده بتختار ابديت الدرايفر، تعمل له تعريف، او بتنزلها مثلا في برنامج تعريفات عندي عاملني في شرح ليا تبع القناة بتاعتي، يعني عامل من فترة. لحظة خليكم معايا، ممكن الاقيه احاول يعني احط لكم في الشرح بس يعني اشوفوا لكم يعني. هو برنامج التعريفات ازاي ده، أنا عامل شرح ليه يعني، اسمها حاجة اسمها التعريفات كده، ومكتوب على ضبط اعدادات الصوت. هتلاقوه زي كده، بتضغط على بيت فتح معك الشرح ده هو، او بحثت عنه يعني في يوتيوب هتلاقيه، تمام. بيوصلك ايه البرنامج معاه، انا هحط لكم رابطه تحت الفيديو ده، بيعرفك انك انت تعمل تعريفات ككل، يعني بيريحك بمعنى صح، بدل ما تلف وتقعد تضبط وتعمل كده، تمام. فخلينا ننزله كده اهو لحد ما نحمل، نشوف حاجة تانية غيره، يكون بس خلص تحميل معانا، تمام كده. في قصة تانية برضو، انك انت ممكن تضيف برضو في جهازك بلوتوث، يعني بس دي عاملة في شرح تاني، ان هي لها اكتر من نقطة. بلوتوث مثلا يعني ممكن انت عندك سماعة بلوتوث بتاعت ودن هاند فري، ممكن تضيفها على الجهاز بتاعك، لكن الكلام ده بيطبق على انهي، بيطبق على اللابتوب، او تشتري آه، حاجة اسمها سماعة البلوتوث. يعني مثلا احنا ندخل على جوجل هنا، جهاز بلوتوث قصدي، اسف، تضغط على جوجل هنا وبتيجي تكتب كلمة بلوتوث، تكتب مثلا كلمة بلوتوث، تمام. نختارها كصور عشان اجيب لك جهاز. انا بكلمكم على اساس عندنا في مصر مثلا تشتريه يعني في حدود 50 جنيه ممكن يعني، هي عادي كده يعني. تركبه في في الكيسة او في فتحة اليو اس بي، ويشتغل معاك البلوتوث عادي بشكل طبيعي. تعمله زي تعريفات، ونكتب لنا بحيث الزمان اسرع. جهاز حط لنا اكتر من جهاز بلوتوث. عمل ايقاف مؤقت حجم الموت، طيب اسف على التأخير. الجهاز زي كده مثلا في الصورة دي يعني، بتضغط عليه يعني بيجيك بالشكل ده. هو جهاز صغير يعني قد قلت الصباع كده هو يعني، تمام. بتركبه في اي كيسة، في اي فتحة يو اس بي في كمبيوتر معك، بيشتغل معك عادي بشكل طبيعي، بيشتغل معك البلوتوث. مثلا لو معك سماعة صب خارجية او اي حاجة يعني زي كده، هو زي سماعة بلوتوث برضه بيتركب فيها، ده في حالة او انت مثلا ما عندكش خاصية البلوتوث في الكمبيوتر. اما لو موجودة خاصية البلوتوث عادي، يبقى انت مش محتاج تشتري الجهاز ده هنا. تمام. نكتفي بهذا الشرح، وبتأسف إن كنت قطعت عليكم. لو في أي استفسار كلموني أو راسلوني تحت الفيديو. شكرا أفضلكم جميعا، مع خالص تحياتي أخوكم رمضان فتحي من مصر، ولا تنسونا من صالح دعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.